بأكواب وبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم ننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الفاتحة على من وسلفنا الصالحون وعلى من حبيب على الحبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة
يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداء. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله ليغفر لك عليه. الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا فإن رحيم. تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله
وملائكته يصلون على اللهم صل عليه. النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك، السلام عليك أسفى الأسفياء، السلام عليك، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك، السلام عليك من رب السماء، السلام عليك، السلام عليك دائم بلا انقضاء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، صلى الله عليه، السلام عليك زين الأنبياء، صلى الله عليه، السلام عليك أحمد يا حبيبي، صلى الله عليه، السلام عليك زين الأنبياء، صلى الله عليه، السلام عليك طه يا طبيبي، صلى الله عليه، السلام عليك زين الأنبياء، صلى الله عليه، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام على المشفع في القيامة، السلام على المضلل بالغمامة، السلام على المتوج بالكرامة، السلام
لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره السماء. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وسلم. أجل الحق في عالم قدسه الواسع تجلى القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقل
الكلام وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. يا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي برز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترجى اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. في الصدور من الإيمان قواعده وتنوع اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. أعظم منة تكرم الله بها على البشر. صلى الله عليه. من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وكبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. تصبره المصلي عليه به. صلى الله عليه. ونور تعلقه به وهبه وينتبه بعناية الله في حسبه
وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه صلى الله عليه إلى أشرف الأصل بوده وهبه ما أبطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه وسلم. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناب الكريمة والبطون، وما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وسلم. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصص صلى الله عليه وسلم. كان مستقره في الأصلاب الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه وسلم. ونورا حير الأفكار زوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تبي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن أنت تبي لما حبثت من أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع تروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى
الذي
من يا فوز من صلى عليه وسلم وسلم. صلوا على النور الذي على السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تما شوق تما شوق تمكن في الحشا وتكتم وتكتم. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. دار حوات نعم الإله جميعها مذ حل في مذ حل في مذ حل فيها خير عبد قد سما قد سما. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل آله. وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد زاد للقلب أن يخط ما حركت في الأنامل صلى الله مما استفاده عليه الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله والشمائل عليه التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه بما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى ومنه الله تفرع عليه الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله وقد أخرج عليه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم للنور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله قال رسول عليه الله صلى الله عليه وسلم
كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما كانت عليه. السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودع ذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين صلى الله عليه. هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله عليه. بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وضمت وشاوى بمعونة الله محافظة على حقها ذي الذرة وصونها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو من ولم ولا عللا صلى الله عليه. بعد الشر من حمله وقرب وضبرزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصغير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه. بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
فحين قرب من وضع هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله وأمطار عليه الجود الإلهي على أهل الوجود تسج صلى وألسنة الله الملائكة عليه بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا كل نور صلى الله عليه فأوفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يغمر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. حضر التوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهم نور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فلقى صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود ودعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. حضرك رسول الله بكرمك رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزروا اليوم لغرات واستضيئوا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفر حيث أوتينا الضاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي
مرحبا جود كل مقصد آمين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نلقى سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور إن شاء الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواري خير مقام مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. صلى الله عليه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى وموضع الله ولادته عليه وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله وولد ذلك عليه لشرفه عند الله أيدي القدرة. صلى وما الله بروز عليه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع على يدي فاستهل، فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم، فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبست وأجعت فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. صلى الله عليه قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. صلى الله وأثر عليه ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. صلى الله عليه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. صلى الله عليه. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه صلى الله عليه. وأن إلهيتي في كل حين ترعاه، وأنه الأبقى صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه. وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. صلى الله عليه. ومن به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصه. قد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن كلامه رضي الله عنه قال رضي الله عنه: ثم ذكر الصحابة وما حازوه من قرب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: الله خصهم بمرتبته ما نالها أحد. صلوا قفا أي خلف من، وأمنوا على دعاء من، وخاطبوا من، وضيفوا من، وأكلوا مع من، مع أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يرضي عنهم عنا، الله يرزقنا محبتهم وحسن الأدب معهم، ويحفظنا من سوء الاعتقاد في أحد منهم. يا رب احفظنا من سوء الاعتقاد حتى نلقاك وعقائدنا سالمة. وذكر له إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدي رسول الله
Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, tidak ada orang yang paling afdal ba'dan Nabi kecuali sahabat. Tidak ada orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW kecuali sahabat. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi yang tidak ada manusia yang dapat mengalahkan sahabat. Di ba'dan Nabi, afdalun nas ba'dan Nabi sahabah. Walaupun dia wali, walaupun dia aulia, tetap afdalun nas ba'dan Nabi sahabah. Kenapa kok bisa sahabat yang mendapatkan derajat yang paling tinggi? Sallu kafa ay khalfaman. Dia sholat di belakangnya siapa? Imamnya Nabi, makmumnya sahabat. Kalau Nabi berdoa, yang mengucapkan amin sahabat. Sahabat dengan Nabi sering berbicara. Wa akalu ma'aman, mereka ini makan dengan siapa? Makan dengan Nabi. Makanya mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi karena mereka sering melihat Rasulullah SAW. Karena mereka makan bersama Nabi. Karena mereka berdoa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang mengajak kepada kita untuk membenci sahabat, tidak bisa kita ikuti. Kalau panjenengan ahli sunnah wal jamaah, waradha anis sahabah, waradha anis sulala, waradha anil masayih, farham walidina. Kalau kita termasuk ahli sahabat, kalau kita termasuk ahli sunnah wal jamaah, kita harus cinta kepada sahabat. Kita harus cinta kepada ahlul bait sulala, habaib. Kita harus cinta kepada masyayikh, ulama, kiai, guru, ustadz. Dan kita harus cinta kepada kedua orang tua kita. Saking cintanya sahabat, sampai Abi Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat satu sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah seperti sahabatnya Rasulullah. Pulang dari perang, orang-orang tua pulang dari perang, mereka yang dicari bukan suaminya. Pulang dari perang, yang mereka cari bukan orang tuanya, yang mereka cari bukan anaknya. Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Abu Kimat, hei ibu, bapak umati, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Waladu Kimat, anakmu mati, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Ketika Rasulullah datang baru mereka lega. Saking cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Sur, idhuma fil ghar, dua-duanya ada di Gua Sur, yaitu Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq. Di Gua Sur nih Pak, ada lubang. Ini lubang. Isinya lubang itu ular. Bene ulo sawah. Insyaallah lak sik dicatek, sik cekot-cekot sian. Ini ularnya ular padang pasir. Ketika itu Rasulullah tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kelihatan ada lubang, isinya ular, lubang.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengambil ridaknya, sorbannya, ditutup lubang. Kecuali ada lubang yang tidak ketutup, akhirnya ditutup sama kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Digigit kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak menjerit Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tak jerit, karena apa? Takut Rasulullah bangun. Sampai ditahan, sampai keluar air mata. Air matanya netes kepada wajahnya Rasulullah SAW. Limadha ya Abu Bakrin, kenapa ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya digigit ular. Saya takut gerak, panjenengan nanti bangun ya Rasulullah. Akhirnya diusap sama Rasulullah kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat, Pak. Kalau Nabi potong, rebutan. Jadi mereka ini saking cintanya sama Rasulullah SAW. Kalau pulang dari rumahnya, mereka yang dipikirkan Rasulullah. Mereka yang kepingin lihat, saya kepingin lihat wajahnya Rasulullah, kangen sama Rasulullah. Angkanya, kalau kita termasuk ahli sunnah wal jamaah, kita harus cinta kepada sahabat. Kita harus cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Kita harus cinta kepada ulama, dan kita wajib menghormati kedua orang tua kita. Tidak ada yang lebih indah daripada dekat kepada Nabi, ya. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi karena dekat kepada Rasulullah SAW. Dan kita, kalau kali panjenengan eka, insya Allah akan mendapatkan derajat itu. Karena kita mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Absyi, beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Di surga ini banyak kenikmatan. Ada bidadari, ada istana yang megah, ada perhiasan yang sangat banyak, ada surga, ada kenikmatan. Cuma aku tidak kepingin. Kalau aku masuk surga, di sampingku ada Rasulullah, itu yang aku kepingin. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nih panjenengan lah punya cita-cita masuk surga bersama Nabi. Amin. Ojo pokoknya mlebu surga lah beb, masih di pinggir-pinggir ndak apa-apa beb, ojo. Kalau bisa kita punya cita-cita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fa'na barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi dariqatihim wa mu'afatihim fi dunya hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حكيمه زل ما فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل بالعالمين ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله مستوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا ويتوب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألا بالأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر فاسمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل راتبين أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل لك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في مطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا
الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحق قواكه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل. أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووله وظهره وعم ببركات وشربشة أولادنا ووالدينا ولقطرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وجميع راية القوم في جميع القطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذن بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرص الماكن من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد